القاضي الكبير مصطفى بكري، اهلا بيك. اهلا وسهلا. احنا المره الثانيه كلاكيت تاني مره في جنة وبنشوف الاحداث في قريه الترامسه. يا ترى صدفتك حاجه جديده دلوقتي دي؟ طبعا مأساة زي ما هي مستمره الحقيقه. مأساة الخدمات يمكن النهار توقفت كما عرفنا بعد اللي حصل الاسبوع اللي جاي. المره دي انا كلمت وزير التربيه والتعليم وكلمت سيد محافظ وكلمت وزير الصحه على المشاكل اللي الناس عايشاها هنا، والمحافظ وعدني بنقل الرشاح، ووزير التربيه والتعليم وعدني ببناء مدرسه، وهيكون في القوات المسلحه تتولى بناء المدرسه. اما الناس اللي اضيروا فاحنا يعني من اهل الحلال جمعنا لهم حوالي 100,000 جنيه، وبعض الحاجات اللي احنا هنديها لهم بنعتبر ده واجب على الناس اللي تبرعوا، بنشكرهم تماما. وفي مقدمه هؤلاء الاستاذه الحاجه ياسمين الحصري. ياسمين الحصري، ايوه. وبعض رجال الاعمال اللي تبرعوا بمبالغ لهؤلاء. تمام، يعني احنا عارفين المبالغ دي زي ما حصل في قريه الحاج سلام هيتم توزيعها بمعرفه العمده والشؤون الاجتماعيه والمديرين. ميكروفون مع الاستاذه نجوى. استاذ مصطفى، صورنا في الحلقه السابقه موضوع الخور وموضوع المشاكل اللي فيه، عايزين نعرف حضرتك ايه اللي تم. اتكلمنا مع عدد مسؤولين، مع وزير العدل، مع وزير الصحه، ومع المحافظ، ومع وزير التربيه والتعليم، وفي وعود بناء للمرشح، وفي وعود ببناء المدرسه، وكذلك الحال بعض التبرعات اللي جمعناها لاهلنا اللي موجودين هنا اللي اضيروا من جراء ما حدث. هل بالفعل حصل تفاعل؟ لحد كبير، واحنا هنتابع الموضوع ده، مش هنسيبه لغايه ما يخلص منه. شكرا طبعا ان شاء الله. شكرا.